بكرة المحامي نزار صغية الرئيس المفكرة القانونية عنده تحقيق بمجلس نقابة المحامين، وعاملين لي خضة يابا انه لا وكيف نزار صغير ما لازم يتحقق معه. ليش خيي نزار صغير ما لازم يتحقق معه؟ انه شو هو يعني معصوم يعني؟ اما في فوق راسه خيمة؟ اما شو في محسوبيات يعني؟ وفي سمنة وفي زيت بنقابة المحامين؟ لا، كل المحامين مثل بعضهم. وهيك انتم فتحتوا الموضوع على السوشيال ميديا والاعلام، نحن رح نعطي رأينا. كل المحامين اذا النقابة بدها تحقق معهم المفروض انه يروحوا على التحقيق. الزلمة هو مصرح انه بيعمل 850 الف دولار بالسنة، بركي النقابة بدها تحقق انه اذا فيهم فساد مثلا، اما جايين بسياق نشاط منه لمصلحة البلد مثلا، اما منه لمصلحة النقابة مثلا. شو بعرف، ما بعرف انا النقابة شو بتسأله، بس ليش النقابة ما بتسأله؟ خصوصي انه النقيب جاسبار زلمة معروف شو هو، زلمة نظيف ومش مسيس، ومنه شب الاستعراضات والشعبوية وعرض العضلات على الفاضي، واضرابات تعطل القضاء وتعطل المحامين على الفاضي من دون نتيجة. الاستاذ نزار صغية نحن بنعرفه بالشخصي، وانا ما عندي شي ضده، وشاغلين سوا بحراك 2015 وتعاوننا. بس هيدا الشي ما لازم يكون مانع، بالعكس لازم يكون دافع للاستاذ نزار انه ينزل يعطي افادته، يعطي كلامه بنقابة المحامين، لانه تيكون هو مثل لغيره انه هو تحت سقف القانون. فرقوا لي شوي وما بيصير له شيء، وما قلبه شر الاستاذ نزار اذا بينزل بيقعد ساعتين من نقابة المحامين بيستمعوا له. وما تعملوا اضرب من جماعة السلطة، خصوصا انه انتم هلا اللي عم تهوبروا، اللي عم تعلوا صوتكم، انتم اكثر ناس انتقدتوا الناس السياسيين اللي ما نزلوا على التحقيق بانفجار المرفأ. سعيدة.